حقيقة الأهرامات؟ هل كانت مقابر للملوك فعلا ولا كان ليها وظيفة تانية؟ الوظيفة دي إنها كانت عبارة عن مصدر للطاقة، بمعنى إنها كانت عبارة عن مولد كبير لتوزيع الطاقة والكهرباء على العالم بأكمله. الكلام ده اللي بيبين إنها قصة خيالية، لكن بنكتشف إن هي دي الحقيقة، وظهرت نظريات بتأكد الكلام ده، وكمان بتفسر سبب وجود الكم الكبير من الأهرامات اللي موجودة في مصر، وكمان بتنفي إن الأهرامات دي بتكون مقابر للملوك، إنما كانت عبارة عن مولد كبير للطاقة. المعلومات دي وكل الأحداث دي بتبين إنها قصة خيالية. إزاي المصريين في ظل الأدوات البدائية دي يقدروا يعملوا من الأهرامات صرح عظيم زي الطاقة والكهرباء اللي لسه العالم مكتشفها في آخر 100 عام من الزمن؟ كل الكلام ده خيالي، ولكن لما تظهر نظريات بتأكد الكلام ده اللي هيخلينا ننظر ونعرف القصة من البداية، ونعرف ازاي قدروا يوصلوا لكل المعلومات المهمة دي اللي هتقلب مجرى التاريخ في حنين الغريب. ودي حكاية القصة. في البداية إن مصر موجود فيها 140 هرم اتبنوا في عصر القدماء المصريين، وأشهرهم أهرامات الجيزة الثلاثة، والهدف المعروف من بنائهم كان استخدامها كمقابر لملوك مصر القديمة، وده عشان يبقوا آلهة بعد مرحلة البعث والخلود. لكن ظهرت نظريات بتنفي الموضوع ده تماما، وبتنفي إن الأهرامات تكون اتبنت عشان تكون مقابر للملوك، وإنها لو كانت مقابر ليه الملك سنفرو يبني 3 أهرامات، وليه الهرم الأكبر ما فيهوش أي موميا لأي ملك، ده كمان ما فيش على جدرانه أي نقوش أو رسومات جنازية. أصحاب النظرية دي بيقولوا إن الهرم الأكبر اتبنى عشان يكون محطة لتوليد وتوزيع الكهرباء على العالم كله. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده اللي هيخلينا نرجع لسنة 1999 لما قررت الحكومة انها تحتفل بدخول الألفية الجديدة، فقررت ان هي تدهن الهرم الأكبر باللون الأبيض الجيري، او ان هي تعيد لونه لان ده كان اللون الأصلي بتاعه. لكن المشروع ده اتلغى، وكان السبب المعلن لإلغاء المشروع هو ان الحكومة خايفة من اي عمل إرهابي. لكن ظهر سبب تاني وكان فيه تفسيرات كتير، وهي ان الحكومة هتستخدم طيارات هليكوبتر، وان الاهتزازات اللي هتقدمها الطيارات الهليكوبتر هتتسبب في تنشيط القوى الكهرومغناطيسية الموجودة في الهرم. فالكلام ده لفت الانتباه لحاجة مهمة جدا، وهو ان اي حد كان بيتسلق الهرم كان بيحس بتغيير في طاقة جسمه ونغز في اطرافه، واحيانا بيحدث صدمة كهربائية. والدليل على الكلام ده الحكاية اللي حصلت مع المخترع البريطاني السير ويليام سيمنز صاحب شركة سيمنز. وبيقول سيمنز ان بسبب تسلقه للهرم الاكبر حصلت ليه كارثة، وكل ده كان مسجله في مذكراته. ان اول ما تسلق الهرم الأكبر وعند وصوله للقمة بدأ يشعر بنغزات في صوابعه وطنين في ودنه، وإنه كان عطشان. فلما بدأ إنه يشرب من الإزازة اللي كانت موجودة معاه في الشنطة، أول ما الإزازة لمست شفايفه حصلت صدمة كهربية. وكانت الكارثة لما حاول إنه يطلع ورق جورنال ويلفه حوالين فتحة الإزازة عشان يتفادى الصدمة الكهربية، فتحدث شرارة كهربية. وإن الموضوع كان مقلق، وده اللي يخلي مرشد سياحي إنه يحاول ياخد الإزازة عشان يرميها بعيد، لكن أول ما يلمس الإزازة يقع. بس خلينا نسيب القصة دي دلوقتي ونعرف ليه الناس معتقدة بأن الهرم الأكبر عبارة عن برج لتوليد الطاقة، وإنه ما كانش مقبرة للملوك. أكيد كلنا عارفين إن الذهب من أكتر المعادن الموصلة للكهرباء. طب تعرف إن الهرم الأكبر كان الجزء اللي فوق مصنوع من الذهب، بس للأسف اتسرق في بعض الفترات. ومش بس الهرم ده، كمان المسلات كان الجزء اللي فوق مصنوع من المعادن، وده لأن مصر كانت في الوقت ده غنية بالمعادن والذهب، وكان ملوك تاني بيشبهوا المعادن والذهب اللي موجودة في مصر إنها مثل الهباب أو التراب، وده كناية عن الكثرة. تاني حاجة هي طبقة الجير الأبيض اللي كانت بتغطي الهرم الأكبر بالكامل، بس وقعت بسبب عوامل كتير. الطبقة دي اللي كانت بتعكس أشعة الشمس زي المراية. لكن مش بس ديت هي وظيفتها، إنما وظيفتها الأهم إنها تعزل الحرارة عن الهرم بأكمله. تالت حاجة أثبتت الدراسات بأن جدران الهرم من جوه مصنوعة من معدن الدولوميت، والمعروف عن المعدن ده بأنه معدن موصل للتيار الكهربي في الأرض المقفولة. وكمان قدروا العلماء إنهم يكتشفوا بأن الممرات الداخلية للهرم كانت مصنوعة من الجرانيت المشع، والجرانيت ده اللي بيتكون من الكريستالات والمعادن، والكريستالات ديت اللي هي عبارة عن معدن الكوارتز. ومعدن الكوارتز ده اللي كان من خصائصه إنه لو تعرض لأي اهتزاز أو ضغط هيخرج تيار كهربي شديد، وده اللي يرجعنا للطيارات الهليكوبتر اللي كانت هترش الأهرامات
الأهرامات في سنة 1900. كل ده في نقطة في غاية الغرابة، إنه في سنة 1993 تم اكتشاف غرفة سرية في الهرم الأكبر، وده اللي خلى الدكتور زاهي حواس طلب من قناة ديسكفر العالمية روبوت صغير عشان يمرروه داخل الغرفة عشان يصور اللي بداخلها، لأنه كان صعب إنسان يعرف يدخلها. لكن تخيل إن الروبوت ده لقى إيه؟ الروبوت اللي كان بيصور اللي بيحصل للعالم مباشرة لقى مسامير وبقايا أسلاك من النحاس. كده الاكتشافات لقت طبقة العازل الخارجي وهو الجير الأبيض، وكمان موصلات كهربية ممتازة، ولفت النحاس اللي بيقدر إنه يوصل التيارات الكهرومغناطيسية لخارج الهرم. وكده نفترض إن إحنا قدام مولد كبير للطاقة. هيفضل السؤال، فين هي الكهرباء اللي هيقدر الهرم ينقلها من خلال اكتشافات العلماء اللي قالوا إن تحت الهرم الأكبر موجود تجاويف؟ وبالنسبة للناس اللي بترجح بأن الهرم الأكبر هو عبارة عن محطة لتوليد الطاقة، فبيقولوا من خلال التجاويف دي كانت بتمر المية لحد الهرم الأكبر وبيتم إنتاج تيار كهربي المعروف بالكهرباء الفيزيائية. الكلام فعلا صحيح، لكن فين المية اللي هتقدر توصل في الصحراء دي وتوصل للهرم الأكبر وتتولد التيار الكهربي؟ في الحقيقة إن النظرية دي لها رأيين، كل رأي فيهم يعتبر مطابق للتاني. الرأي الأول بيقول إن المنطقة دي ما كانتش صحراء، وإن نهر النيل كان بيمر من تحت الهرم الأكبر، وإن الأنفاق الموجودة في المنطقة المحيطة بالهرم كانت متصلة بالهرم ومليانة بالمية بمصدرها نهر النيل، وإن الأنفاق كانت وظيفتها تسريع وتوليد الطاقة. لكن الرأي التاني اللي مبني على معلومات تم اكتشافها في بردية 2013 لصاحبها المهندس ميرير، بيقول ميرير إن هو وفريقه تم العمل على مخطط في إنه يوصل مية إلى الهرم الأكبر من خلال قنوات مخصوصة تم الصنع إليها عشان يوصلوا فيها المية لحد الهرم الأكبر. فسواء المية وصلت للهرم بصورة طبيعية أو حتى هم وصلوها إليها، فالمية اتوجدت والتجاويف تقدر إنها تقوم بعملها في توليد التيار الكهربي، ومن الهرم الأكبر هتقدر توصل التيارات الكهربية لمعظم الأهرامات اللي موجودة في مصر. وبكده قدروا المصريين إنهم يوصلوا لدرجة كبيرة من التقدم، لأن في سنة 1905 قدر العالم نيكول تسلا إنه يقدم على براءة اختراع لبحث مهم جدا. البحث كان بيتكلم عن نقل الطاقة الكهربائية عن طريق الوسائط الطبيعية، ومعنى الكلام ده إننا ممكن نهيئ الظروف لتحويل طاقة الأيوسفير اللي موجودة في الغلاف الجوي لكهرباء وننقلها للعالم كله لاسلكيا ومجانا. وصمم تسلا مجموعة من المولدات أو الأبراج اللي المفروض يتوزعوا على الأماكن معينة حوالين العالم، والتصميم كان ليه شكل مثلث يشبه الهرم واسمه هرم تسلا الكهرومغناطيسي. ولما اختار تسلا شكل الهرم عشان يبني على أساسه أبراج نقل الطاقة، ما كانتش دي الحاجة الوحيدة اللي لفت النظر في الموضوع، لكن كان الموقع اللي اختاره لبناء الأبراج لأهم المميزات. طب إيه علاقة الكلام ده بموضوعنا؟ في الحقيقة إن تسلا اختار المواقع دي عشان يبني عليها أبراجه بناء على القوانين اللي اتبنت على أساسها الأهرامات في مصر، واللي ليها علاقة بمدار الأرض حوالين الشمس وخط الاستواء وحاجات احنا في غنى عن شرح تفاصيلها. وفي الحقيقة إن تسلا عمره ما شاف الأهرامات ولا اتكلم عنها، لكن الحسابات الرياضية اللي استعملها تسلا هي نفس الحسابات الرياضية اللي تم بناء الهرم الأكبر عليها. ولو كان الكلام ده صحيح وإن الفراعنة قدروا إنهم يولدوا الطاقة من 7000 سنة واستخدموا الكهرباء في حياتهم، يا ترى إيه هي الأدلة اللي بتؤكد على النظرية دي؟ وأصحاب النظرية دي بيقولوا إن في أكتر من دليل. أولهم إن الأثريين لما بيكتشفوا أي اكتشافات جديدة سواء معابد أو غرف للدفن أو بيوت ما بيلاقوش أي أثر للسواد اللي بتسببه المشاعل أو الأدوات البدائية اللي بتنور وبتكون معمولة من الزيت وبتسبب السواد اللي بنقول عليه الهباب. كمان رسومات المصابيح اللي لقوها مرسومة على حيطان معبد دندرة في قنا، الرسومات دي بتأكد فكرة وجود الكهرباء واستخدموها في الإنارة. وكمان في آراء بتقول إن قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي اللي مسبوك من الذهب، ولكنه مش مسبوك من الذهب كقطعة واحدة، لكنه بيتكون من أكتر من جزء اتلحموا بنوع من اللحام خلاه يبان كقطعة واحدة ومش ملحوم. الحاجات دي بيتوقعوا إنها ممكن تكون الليزر. ده غير ان في طبيب الماني اكد بان الفراعنه كانوا بيقوموا بعمليات جراحيه كبيره للمخ، واكد بان العمليات دي ما تنفعش تتعمل غير بادوات حديثه، والادوات دي ما
بتشتغلش غير بالكهرباء أو بعد كل ده يا ترى إيه هو رأيكم؟ هل الأهرامات كانت عبارة عن مقابر لدفن الملوك أخدت منهم سنين في بنائها ومجهود فظيع، ولا إنها كانت عبارة عن مصدر للطاقة ساعدتهم في تنوع حضارتهم وتميزها على باقي الحضارات، وإنها لحد الآن فيها ملايين من الأسرار ويقف فيها العلم والتكنولوجيا عاجزين؟ هل إن الحضارة المصرية هيجي يوم ويكتشف فيها أسرارها، ولا هتفضل أسرارها مخفية عن العالم لحد الآن؟